السلام عليكم. الصحيفة تكشف عن ثغرات في الدفاع الجوي الأمريكي فوق قاعدة للتحالف بسوريا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف مسؤولون أمريكيون عن ثغرات في منظومة الدفاع الجوي لقاعدة التحالف الغربي بقيادة واشنطن في سوريا، التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة. رجحت بعض المصادر وقوف إيران ورائه. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن منظومة الدفاع الجوي لم تكن عاملة إلى درجة كاملة. وأشار المسؤولون إلى أنه لم يكن من الواضح ما إذا كشف المهاجمون عن الثغرات مسبقا واستغلوها عمدا أم تزامن الهجوم مع وجود المشاكل في منظومة الدفاع الجوي بصدق. وحسب قول المسؤولين فإن القوات الأمريكية بشمال شرق سوريا كانت بحالة تأهب عالية نظرا لشن الجماعات الموالية لإيران 78 هجوما على المواقع الأمريكية منذ يناير 2021. لكن منظومة افانجر الصاروخية للدفاع الجوي في قاعدة للتحالف بالحسكة قد تكون تعرضت للمشاكل الخاصة بالصيانة في الفترة التي وقع فيها الهجوم حسب قول أحد المسؤولين. وأشار المسؤولون إلى أن القاعدة تمتلك أنظمة دفاع أخرى لكنها لم تؤمنها بالكامل، وامتنعوا عن مناقشة الثغرات والإخفاقات المحتملة عن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية. واكتفى المتحدث باسم البنتاغون بالقول إن البنتاغون يتخذ مختلف الإجراءات لحماية أفراده، ورفض الدخول في التفاصيل نظرا لاعتبارات أمنية، مشيرا إلى أن التحقيقات في الحادث مستمر. وكان الهجوم بالطائرة المسيرة على القاعدة الأمريكية بشمال شرق سوريا في الخميس قد أسفر عن مقتل عسكري أمريكي وإصابة 6 آخرين بجروح. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.